مصطفى معايا؟ قلت له ايوه. قال لي معاك احد ممثلين خدمه فودافون كاش؟ قال لي جالك كاش باك 1800 جنيه، عندك علم بيه ولا لا؟ قلت له لا ما عنديش علم بيه بجد، جالي كاش باك 1800 جنيه. خبر ابيض بجد؟ طب اقدر استلمهم منين؟ قال لي هتقدر تستلمهم دلوقتي يا استاذ مصطفى، ما تقلقش فيه، انت فرحان ليه كده؟ قلت له انا في قمه سعادتي، انا في قمه انبساطي دلوقتي. 1800 جنيه فودافون كاش انا كنت قاعد محتاجهم، ده انا بقول يا رب ربنا يبعت لي 1800 جنيه. صدق او لا تصدق الفيديو ده مهم جدا ليك، وعشان ما يتسفش عليك زيي فاسمع القصه للاخر. عايزك بقى تعمل اشتراك ولايك سريع كده، ويلا بينا نبدا الفيديو. يوم زي اي يوم عادي، صاحي من النوم بمسك التليفون علشان ارد على الرسايل، اتابع الشغل، اشوف احصائيات اليوتيوب، عادي يعني بمسك التليفون زي اي حد بيصحى من النوم. المهم لقيت رساله جايه لي من فودافون ان في رقم بيحاول يبعت لي فلوس ومحتاج مني التاكيد، كود التاكيد اللي هو لو هو مثلا عايز يحول لي فلوس من مكنه فوري مثلا، فبيبقى في كود تاكيد كده. الناس اللي بتتعامل بفودافون كاش كتير هتفهم انا قصدي ايه. المهم جات لي رساله 3 4 مرات ورا بعض، فانا ما اهتمتش لان انا مش مستني فلوس من حد، وما كانش حد يحول لي فلوس، ومفيش حد كلمني ان هو يحول لي فلوس، فمستني الرقم اللي هيحول لي فلوس يرن عليا يقول لي انت تسيبش الكود ليه، عشان افهم الرقم اللي هيحول لي فلوس ده مين هو، يمكن بيحول لي الفلوس غلط. المهم كبرت دماغي وعدى يوم 2 ثالث يوم لقيت رقم بيرن عليا 010. الرقم ده فضل يرن بشكل مش طبيعي، يجي 10 حرفيا في الدقيقه بيرن كتير جدا. المهم انا ما كنتش فاضي وتجاهلته، اصلا التليفون كان معمول صامت، انا فوجئت ان هو رن 10 مرات فتجاهلت الموضوع، وما جاش في بالي الصراحه ان انا ارن على الرقم ده اشوف مين. بعد كده عدى يوم، اليوم اللي بعده لقيته برده بيرن عليا الرقم، بيرن كتير. انا بعمل التليفون صامت وبفتح التليفون الاقيه رن كتير قوي عليا، اكيد ده حد مهم او اكيد ده في كارثه حصلت. برد على الرقم، الو السلام عليكم، الرقم بيقول لي اهلا وسهلا معاك احد ممثلين خدمه فودافون كاش. فقلت له اتفضل. قال لي انت حضرتك دلوقتي معاك كاش باك 1500 جنيه على المحفظه بتاعتك، عندك علم بيهم ولا لا؟ قلت له لا بصراحه ما عنديش علم بيهم، ولحد هنا انا كنت مصدق. المهم قال لي يا استاذ مصطفى مفيش اي مشكله، احنا بس محتاجين شويه اجراءات بسيطه عشان بس نقدر نسحب ال 1500 جنيه. فقلت له يعني انا عندي على المحفظه بتاعتي 1500 جنيه كاش باك، انا على حد علمي ان الكاش باك ده بيبقى 5 جنيه 10 جنيه 20 جنيه وما باخدهمش فلوس تقريبا، بينزل عليهم سيل مشتريات اونلاين وحاجات زي كده، انا ما اعرفش يعني ما اتعاملش قبل كده بكاش باك. المهم قلت له طب تمام ايه اللي المفروض اعمله؟ لحد دلوقتي برده كنت مصدق ان انا ليا فعلا كاش باك 1500 جنيه. المهم لسه هيتكلم الخط قطع، فانا ما رنتش عليه لان زي ما انتم عارفين ان ارقام الشركه مش هينفع ترن عليها، يعني بيديك ان الرقم غير موجود بالخدمه او بيديك مشغول حاجه زي كده يعني، فكبرت دماغي. المهم نزلت رحت مشوار مع ابن عمي ورجعت تاني، وانا راجع في الطريق الرقم رن عليا، فرديت عليه قال لي متاسف جدا يا استاذ مصطفى الخط قطع وبتاع، بس هو تقريبا يعني رصيده خلص. المهم قلت له مفيش اي مشكله، قال لي تمام مفيش اي مشكله يا استاذ مصطفى مع حضرتك، دلوقتي انت الكاش باك دوت ممكن تستلمه كاش باك ينزل لك رصيد على المحفظه اللي هو فلوس حقيقيه يعني، وممكن نعمل لك باقه 4 شهور تتجدد، يعني كل شهر تتجدد لوحدها لمده 4 شهور. انت حابب تعمل ايه يا استاذ مصطفى؟ المهم انا سكت شويه كده، هو الاول قال ان دي كاش باك، وبعد كده قال لي ممكن تتعمل مش عارف باقه، فاللي هو انا ابتديت اجمع ان ده حوار، فقلت له لا انا عايزهم كاش باك رصيد حقيقي. المهم قلت له طب ايه المطلوب دلوقتي نعمله؟ قال لي حضرتك هتطلب عندك على التليفون نجمه 9 نجمه 100 شباك. المهم طلبت الرقم اللي هو قال لي عليه، فظهر لي ان انا احط مبلغ ان انا اعمل بيه كارت اونلاين. انا طبعا بتعامل بالكارت ده كتير جدا وعارف الكارت ده بيعمل ايه، وعارف ان انا بقدر اشتري من عليه حاجات من على النت وبتاع، فانا فاهم يعني. من هنا ابتديت اشوف، وفعلا انا الموضوع كان داخل عليا، انا ما كنتش متاكد ان هو حرامي، انا ابتديت اشوف. المهم فقلت له طب انا دلوقتي جالي ان انا اعمل كارت دفع اونلاين، احط فيه مبلغ كام؟ قال لي مش مشكله يا استاذ مصطفى انت ممكن تحط فيه 1000 2000 مش مشكله يعني. المهم عملتها ب 50 جنيه وهم بياخدوا 5 جنيه، فمعنى كده ان انا رصيدي كله بقى 50 جنيه. المهم عملتها وطلع لي بيانات الكارت قدامي. لا معلش قبل ما اطلب الكود دوت انا جيت اطلبه وانا بتكلم في التليفون، ما رضيش يطلب الكود عشان كنت في مكالمه، فقال لي طب ممكن تديني رقم حد جنبك اتواصل معاه عشان واضح ان تليفونك مش بيدعم الميزه بتاعتنا يا فندم. المهم اديته رقم ابن عمي، فرن على ابن عمي وانا كلمت. بعد كده قال لي اطلب يا استاذ مصطفى الكارت، صرفت الكارت وعملت الرقم وعملت كل حاجه، فظهر لي البيانات بتاعت الكارت اللي هو الرقم المكون تقريبا من 16 رقم، والسي في في اللي هو الباسورد والتاريخ الانتهاء. فقال لي ممكن تمليني بيانات الكارت من الشمال اليمين، مليته بيانات الكارت للشمال اليمين. قال لي ممكن بقى تمليني الكارت كله من اوله لاخره، وانا زي الغبي زي الحمار بملله الكارت، انا بقرا مش قصدي املله الكارت، انا يعني بقرا الكارت كله ومليته البيانات كلها من غير ما اقصد. فبعد كده بعد ما مليته البيانات اللي هو طبعا السي في في، قلت له هو مش المفروض ان انا ما بلغش البيانات بتاعت السي في في دوت، المفروض ان انا ما بلغش البيانات دي حاجه خاصه. قال لي لا يا فندم ما تقلقش ده انت في امان، دي شركه فودافون ده بس عشان اقدر احول لك الفلوس، مش هقدر احول لك الفلوس وبتاع. قال لي تمام الكارت فيه كام دلوقتي؟ قلت له الكارت فيه 50 جنيه. قال لي تمام يا استاذ مصطفى مفيش اي مشكله، وبيتكلم بقى تحس ان هو يعني فرح جدا. اديته بيانات الكارت. تمام يا استاذ مصطفى مفيش اي مشكله، حضرتك دلوقتي معاك عرض من الاثنين، يا تحط اي رقم هتحطه هيتضرب في 2 وتقدر تسحبهم، يا اما اعمل لك الباقه. المهم فانا سكت كده قلت له طب اعمل لي الباقه، ليش لازم تحول فلوس
جوه يعني اعمل ايداع لفودافون كاش عشان يقدر يعمل لي الباقه. قلت له طب اعمل قد ايه؟ قال لي انت ممكن مثلا تحط 1000 جنيه اعمل لك باقه لمده 4 شهور، الباقه اللي هي 700 جنيه اللي هي اكبر باقه فودافون كاش، عذرا اللي هي في باقه فودافون انترنت. قال لي ممكن اعملها لك لمده 4 شهور ب 1000 جنيه بس. المهم فقلت له تمام ماشي. المهم انا شغلت دماغي ورحت قافل المايك كده ورحت فكرت شويه كده، قلت له طب ممكن اقفل معاك واروح احول الفلوس واجي لك؟ قال لي لا انا ممكن ابقى معاك على التليفون عادي، معاك من دقيقه ل 60 دقيقه. قلت له تمام ماشي. رحت اعمل كات ورحت مكلم ابن عمي، كنت قاعد يعني كنت قاعد معاه على القهوه بس بعدت عنه شويه عشان ولا هو كان سامعني ولا كنت سامعه. فرجعت قلت له حصل 1 2 3. قال لي دي نصابيه. قلت له انا عارف ان هي نصابيه بس انا بغباء مليته رقم الكارت، بس على العموم يعني فودافون كاش ما فيهاش رصيد عندي. المهم راح قايل لي ايه؟ قال لي طب خلاص هنكلمه على اساس ان انا ممثل خدمه عملاء، يعني ان ابن عمي دوت واحد شغال في خدمه العملاء بتاعت فودافون وان انا دخلت الفرع. المهم فتحت البتاع قلت له تمام انا حولت 1000 جنيه. قال لي تمام يا استاذ مصطفى مفيش مشكله، وكان طاير من الفرحه وبيقول تحس ان هو خلاص بقى نهايه العالم جت. خد 1000 جنيه المعفن الشحات ده. استغفر الله العظيم يا رب. المهم راح قايل لي ايه تمام يا استاذ مصطفى مفيش اي مشكله، لحظه واحده خليك معايا. هو طبعا بقى كان مستني ان الفلوس تيجي 1000 جنيه ويقول لي بقى ايه امك في القشه ولا طارق. المهم قال لي يا استاذ مصطفى انت ما استخدمتش المحفظه مفيش فلوس جوه. بقول له مفيش فلوس فين؟ قال لي في المحفظه بتاعتي. قلت له انت عرفت منين؟ قال لي ما حضرتك انا معايا بيانات الكارت عشان اقدر احول لك الايه الباقه. المهم قلت له ايه طب انا مش عارف بس انا دلوقتي عملت 1000 جنيه. طب استنى احط 1000 جنيه كمان. قال لي تمام مفيش اي مشكله. عملت نفسي على 1000 جنيه وما حطيتش حاجه. قال لي برده مفيش حاجه وصلت يا استاذ مصطفى. قلت له المهم قلت له ايه؟ قلت له طب ايه رايك لما احول لك انت الفلوس دي على رقمك انت وتعمل لي انت الباقه؟ قال لي لا اصل ممكن اتجازى. طب خليني اسال طب مدير الشركه. المهم راح وجه قال لي مدير الشركه وافق وممكن تحول لي الفلوس على رقم هنا واحول لك الباقه. المهم سكت كده قلت له طب انا هقول لك على حاجه حلوه. قال لي اتفضل يا استاذ مصطفى. قلت له طب انا دلوقتي في فرع فودافون فاتح المايك وقاعد قدامي 2 من ممثلين خدمه فودافون اللي انت المفروض واحد شغال معاهم والمكالمه بتاعتك متسجله، وهم بيقولوا ان مفيش رقم بيرن عليا زي الرقم العادي بتاع الخطوط، هي بيرن عليا 3 تمانيات مش عارف 701 تقريبا او 7001. فانت ايه رايك في الكلام ده؟ قال لي يا فندم انت كده هتجيب لي جزء انت مش عارف ايه بتاع. قلت له لا اصل انت دلوقتي بتقول هحول لك فودافون وبتاع وخدت رقم بيانات الكارت، هم قالوا لي ان مفيش حاجه اسمها كده ومفيش اصلا حد من اللي شغالين جوه فودافون كاش بيقدر يكلم حد من الارقام دي. المهم راح قال لي طب يا استاذ مصطفى انت كده هتجيب لي جزء ومش عارف ايه وبتاع، قبل ما يقفل وش السكه راح شاتمني شتيمه يعني انا كان نفسي ارن عليه تاني يرد عليا، كنت بهدلته. المهم قفل معايا ورحت مكلم خدمه فودافون فعلا وقلت لهم حصل معايا 1 2 3 وانا من غير ما اقصد مالته البيانات كلها. قالوا لا يا استاذ مصطفى ده محتال بيحاول يسرق حضرتك. قلت لهم طب ايه العمل؟ انا وريته الكارت. قالوا لي المشكله دلوقتي ان الكارت لو فيه فلوس. قلت لهم لا ما فيهوش غير 50 جنيه. قالوا لي طب لو هو فيه فلوس حولهم لاي حد او اسحبهم دلوقتي حالا وما تستخدمش الكارت دوت لمده 24 ساعه او ما تستخدمش في خدمه فودافون كاش عامه ما حدش يحول لك فلوس خالص يعني. المهم قلت لهم تمام ونسيت ان انا اليوم ده كان هيتحول لي مبلغ من حد يعني انا نسيت. قلت لهم قالوا لي لا انت دلوقتي تكلم الحد اللي هيحول لك فلوس دوت تقول له ما يحولكش فلوس على المحفظه بتاعتك نهائي، يحول لك على اي حد تاني ولو معاك فلوس تقدر تسحبها قبل ما ايه يعني لو فيها فلوس يسرقها وكده. قلت لهم لا هي ما فيهاش فلوس اصلا. قالوا لي تمام. المهم قعدوا يدوني شويه تعليمات وشويه حاجات كده يوعوني بيها ان ما حدش بعد كده يقدر ينصب عليا من ناحيه الطريق بتاع فودافون كاش ده. المهم قفلت معاهم. طبعا كنت قاعد متضايق جدا لان هو انا الحمد لله المحفظه ما كانش فيها فلوس وما قدروش يسرقوا مني فلوس، بس انا متضايق قوي من الحركه اللي هو يعني خلاص دايب بيك انزل اشتغل انزل اعمل اي حاجه يا عم خلاص ليه هتسرق الناس يعني من فودافون كاش؟ ده سرقه رخيصه جدا. انتوا حسالة المجتمع وطفلة الحشره حمار. المهم عدى حوالي ساعه او اقل من ساعه ولقيت ايه خدمه عملاء فودافون كاش بتكلمني تاني. رديت عليهم يا استاذ مصطفى حضرتك كنت مقدم على شكوى ان في رقم بيحاول يسرقك وي. قلت لهم وي طبعا عشان انت حضرتك عميل مميز عندنا عشان انا بعمل تحويلات كتير جدا 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 في الاسبوع بارقام مهوله في فودافون كاش، فهم تقريبا يعني انا يعني عميل مميز عندهم واصلا انا بكلمهم كتير وبروح الفروع كتير ففي شغل كتير قوي بعمله في فودافون كاش. فكلموني قالوا لي حضرتك كنت مقدم على شكوى ان في واحد كان بيحاول يسرق حضرتك صح؟ قلت لهم تمام. قالوا لي طب ممكن تملي لنا الرقم؟ فانا قلت لهم تمام. مليت لهم الرقم قالوا لي ثواني مع حضرتك يعني غاب عني بتاع حوالي 10 ثواني. قال لي احنا دلوقتي رفعنا الرقم على النيابه اللي هي تقريبا بحث الانترنت ما اعرفش رفعوها على النيابه او عملوا له اني محضر، فقالوا لي هنتخذ الاجراءات القانونيه مع الرقم ده ومع الشخص اللي عمل كده واحنا اسفين جدا يا استاذ مصطفى. واسلوبهم كان بجد تحفه جدا يعني انا بجد بشكر فودافون كلها على العملاء اللي شغالين فيها وخدمه العملاء بجد حاجه اكتر من رائعه، محترمين جدا واهتموا جدا جدا بالموضوع. وتاني يوم كلموني علشان يتاكدوا ان انا ما حولتش فلوس في المحفظه وان انا لسه ما اتسرقتش وان مفيش حد يقدر ياخد مني فلوس. بجد كانوا مهتمين جدا بالموضوع. واليوم اللي بعده قالوا لي ان الرقم حول للمباحث تمام بتاعتهم او عملوا له محضر من ناحيتهم هم حاجه زي كده يعني. وفعلا برن على الرقم انتوا اصلا غير موجود بالخدمه، الرقم اتوقف والاول كان بيديني مشغول وساعات كان بيدي جرس على حسب برده الحرامي كان بيعمل ايه. بعد كده قالوا الرقم غير موجود بالخدمه خالص وقعدوا يعتذروا لي جدا عن اللي حصل وهم اصلا ما لهمش ذنب. فبجد يعني من اكتر الخدمات اللي انا بحب اتعامل معاها هي خدمات فودافون يعني تحفه. الفيديو ملوش اي علاقه بترويج
للخدمه ولا ليه سبونسر ولا ليه اي حاجه، بس انا بجد بحب الخدمه دي جدا. المهم خلصنا من الموضوع ده خالص. بعدها ب3 ايام او 4 ايام رقم رن عليا بيعمل نفس الحوار. والله الناس دي تعبانه في دماغها والله. المهم رديت عليه، انا فاهم بقى خلاص. مصطفى معايا؟ قلت له ايوه. قال لي معاك احد ممثلين خدمه فودافون كاش؟ المهم هتعامل كاتب وقعدت اضحك. قال لي جالك كاش باك 1800 جنيه، عندك علم بيه ولا لا؟ قلت له لا ما عنديش علم بيه بجد، جالي كاش باك 1800 جنيه. خبر ابيض بجد؟ طب اقدر استلمهم منين؟ قال لي هتقدر استلمهم دلوقتي يا استاذ مصطفى ما تقلقش فيه، انت فرحان ليه كده؟ قلت له انا في قمه سعادتي، انا في قمه انبساطي دلوقتي. 1800 جنيه فودافون كاش، انا كنت قاعد محتاجهم، ده انا بقول يا رب ربنا يبعت لي 1800 جنيه. هو تقريبا دخلت عليه الموضوع وفكرني اهبل بجد، واللي هو ايه خلاص بقى احنا لقينا واحد نقطه هناخد منه اللي احنا عايزينه. اي تمام يا استاذ مصطفى مفيش اي مشكله، تطلب رقم نجمه 9 نجمه 100 شباك وهسيب لك نفس الحوار. المهم قلت له ماشي، عملت اللي هو بيقول عليه وفضلت معاه. راح قايل لي تمام ماليني بقى البيانات. مليته البيانات الا السي في في. قال لي طب والسي في في يا استاذ مصطفى ممكن بس ما توضح لي من الشمال لليمين؟ قلت له هو مش ده المفروض ان هو رقم سري؟ قال لي لا يا فندم ده بس عشان اقدر احول لك الفلوس، مش هقدر احول لك الفلوس وبتاع. 1800 جنيه واحتمال تاخدهم 2200 عشان انت عميل مميز عندنا ومش عميل مميز عندنا. المهم قلت له تمام ماشي. لقيته الرقم غلط. المهم هو بيحاول يسرقها مش عارف لان انا مالي له رقم غلط. قال لي يا استاذ مصطفى انت متاكد من الارقام انت ثاني؟ قلت له لا انا مش متاكد منها، انا حاليا في فرع فودافون كاش وقاعد مكالمتك متسجله صوت وهعمل فيك زي ما عملت في اللي قبل. المهم راح قابل ايه في وش السكه على طول. نيجي بقى لاهم نقطه في الموضوع ده كله، وهو ان انا بجد بستحقر الناس دي استحقار مش طبيعي. يعني طب لو وقعوا مثلا في حد مثلا ست كبيره او راجل كبير مثلا عجوز في السن بينزل له مثلا يعين المعاش بتاعه على المحفظه او بيجي له معونه مثلا كل شهر من المحفظه، يجي كلب حقير زي ده ملوش اي 60 قيمه في المجتمع ولا ليه اي 60 لازمه ياخد شقه الراجل الغلبان ده. يعني انا شاب ماشي ممكن استحملها عادي، خد مني 1000 2000 3، انا شاب واقف على رجلي الحمد لله، يعني عندي شغل بشتغل وعندي صحه اقدر انزل اشتغل. فواحد مثلا لو جت في راجل عجوز مثلا واتاخد منه الفلوس بتاعت فودافون كاش كلها، يعني ليه تعيش راجل شهر كامل معاه فلوس ويا الله اعلم كان الفلوس دي هيجيب بيها دواء هيجيب بيها علاج، يعني ما تعرفش هو بيقضي يومه ازاي او بيقضي الشهر بتاعه ازاي. هيجي كلب حقير زيك حته صعلوك ملوش اي قيمه في المجتمع يعمل حركه زي كده. فالناس دي بجد ناس وحشه جدا. الموضوع على قد ما هو مستفز على قد ما هو بيحرق الدم اكتر من هو مستفز. يعني انزل اشتغل، يعني انت بتكسح انزل اشتغل، انزل اعمل زي الرجاله، اشتغل واتعب وهات فلوسك بعرقك. يعني ما تروحش تنصب على الناس، بجد ناس حقيره. ليه الناس بتعمل كده؟ يعني ان انت تنزل تسرق حاجه بايدك، انا كمصطفى اهون من انت تسرقها كده الكترونيا، عشان انت ما تعرفش ان انت هتسرقه ده مين، انت ما تعرفش هو محتاج الفلوس دي ولا لا، انت ما تعرفش هو يعني حاجته في الفلوس دي قد ايه. انت ممكن تنزل تسرق من سوبر ماركت كيس شيبسي، تسرق فلوس من الدرج، تسرق اي حاجه، بس صاحب السوبر ماركت انت شايفه قدامك. يعني هو لو راجل مثلا عجوز او راجل مثلا قاعد مثلا على الارض مثلا بيبيع مثلا توت والحاجات دي، الناس اللي غلابه اللي بيقعدوا في الشارع دول، مش هتعرف تسرقه، هيصعب عليك. فممكن يكون هو الراجل ده اللي انت بتسرقه الكترونيا، هو ممكن يكون هو مثلا اللي ابنه مثلا مسافر بيبعت له كل شهر ولا حاجه 1000 2000 جنيه يقضي بيهم الشهر بتاعه لحد ما يرجع له، انت بتروح تسرقه. فانا عندي قهوه انك تنزل تسرق في الشارع احسن من انك تسرق الكترونيا. يعني ممكن تقع في حد ال1000 جنيه تسرقها منه ديت هي روحه لاخر الشهر. فاتمنى ان الناس ان هي تكون واعيه اكتر بالموضوع دوت، وايا يكن الجهه اللي بترن عليك، لو البنك المركزي فعلا رن عليك لو حصلت وقال لك ملي بيانات الكارت كلها، انت مش مسموح لك تملي بيانات الكارت غير 16 رقم وبس. هو عايز يعمل اكتف على الفيزا او عايز يعمل اي حاجه، او انت عايز تعمل اي حاجه لها علاقه بالتحويلات البنكيه او باي حاجه لها علاقه بالتحويلات العملات الرقميه، ما تعملش اي اظهار للرقم غير 16 رقم وبس، ولا حتى تظهر كمان يا عم اللي هو بتاع تاريخ الانتهاء ده. فاتمنى ان الناس كلها تكون واعيه، واتمنى ان الفيديو يكون فاتكم. الفيديو مهم جدا ويا ريت تخلوا بالكم عشان ما يتسيبش عليكم زيي، وبس اشوفكم في فيديو تاني.